طيب يا بنات، انا عايزه اوريكم دلوقتي الشنطه اللي انا واخداها معايا اهي. الشنطه عايزه اوريكم جواها ايه، باخد ايه معايا في المصيف. دي الشنطه اصلا شكلها من بره كده ساده من ناحيه، والناحيه التانية عليها توم جيري. دي كنت جايباها من مينيسو، فحابه اوريكم بقى من جوه فيها ايه. طبعا انا بصور بايد واحده فايه استحملوا، طبعا مش معايا بقى الستاند معايا، فعايزه اوريكم في الشنطه ايه. اول حاجه مناديل عاديه جدا، طلع كده وانتوا ايه وحظكوا يعني الحاجه اللي تطلع معايا هقول لكم عليها على طول. ودي طبعا شنطه الميك اب، حاطه فيها الميك اب بتاعي كله، يعني مش بحب اخد ميك اب كتير، باخد بس حاجات بسيطه. وبعدين الشنطه دي برضو كنت جايباها من مينيسو، فيها برضو هي سيت كامل كده، عايزه افتحه لكم. بيكون فيها 3 من دول كبار. دي سبراي كده، حاطه فيها الميك اب ريموفر. ودي حاطه فيها محلول العدسات. الحاجات دي بتنفع في المصايف عشان خاطر بتاخدي كميات صغيره، ما بتضطريش تشيلي العلبه كلها. في معاها كمان بيجي واحده تالتة حاطه فيها الغسول، بس هحطها في الحمام دلوقتي. ومعاها علبتين صغيرين بس انا مش جايباهم لان انا مش احتاجتهم يعني، فسبتهم في البيت يعني. وجايبه المانيكير دول، يعني مش كترت قوي، جايبه واحد من اماندا لونه كافيه، وبرده ده من اماندا لونه اسود. يعني ما حطيتش منهم بصراحه اساسا ف فكترتش بقى عشان كده. وجبت بقى ايه قصافه عشان برضو لو عايزه اقص اي حاجه. ودي العدسات بتاعتي، وده مقص صغير عشان برضو لو عايزه اقص حاجه. وايه تاني في الشنطه؟ ده الجراب النضاره، بس انا مستغلياه وحاطه فيه الحاجات بقى تانية، الكريدت بتاعتي والبطاقه والفلوس وكده، فمستغلياه كده ايه يعني، حاطه فيه الحاجات اللي هي الصغيره دي اللي ممكن تضيع. وده قطن الميك اب، برضو الماركه دي على فكره كويسه قوي في الميك اب، في القطن قصدي، حلوه الماركه دي. وجايبه بقى طبعا كحول عشان برضو ايه التعقيد. طبعا الصن بلوك ده اساسي جدا بصراحه، يعني جبت بوبي اول مره استخدم الماركه دي. ده حلو للبشره اللي هي المختلطه او الدهنيه، انتي شاين، يعني مش بيدي اللي هو اللمعه بتاعه الوش دي. وهو ده جل، هو مش جل على فكره، هو كريم جل، يعني ممكن يكون كريم مدي على جل، يعني هو لونه ابيض بس لما بيتحط على الوش ما بيبقاش لونه ابيض. فلسه بجربه برضو، لو ايه لما اخلصه او مش لما اخلصه يعني شويه كده، وهقول لكم برضو انطباعي عنه. لسه اول مره اجربه، بس هو يعتبر من السان سكرين الرخيص، يعني ارخص انواع السان سكرين. معلش يا بنات الكاميرا فصلت، فهنكمل دلوقتي. ف معايا برضو السيرمال ووتر دي، بقى ايه مش بستغنى عنها خالص، يعني لازم تكون معايا في البيت وبره البيت، في المصايف واي حته. بتنفعك قوي، بتحطيها في الشمس تهدي شويه، بتحطيها مثلا قبل الميك اب بعد الميك اب، استخداماتها حلوه يعني، وبتنفع جدا في الحر وفي المصايف، كويسه يعني. مش عارفه ايه دول، دي قطره العين للترطيب، بحب احطها برضو. ال... دي انا حاطه فيها الفضه والاكسسوارز بتاعتي وكده، فبحب احطهم برضو في حاجه صغيره كده عشان ما يضيعوش. ايه تاني؟ دي النضاره بتاعتي، ده الجراب بتاعها. معلش بقى ايه عشان ايد واحده والدنيا بايظه. المهم يعني دي النضاره بتاعتي، طبعا دي نضاره كده يعني اكسسوارز، يعني مش نظر ولا حاجه، برضو بحب البسها واتصور بيها، بتبقى شكلها حلو، بتدي لوك مختلف. و
تاني؟ ده بقى البادي سبلاش بتاعي او البادي ميست. ده من بسام بادي. الريحة دي على فكرة حلوة جدا، ريحة ورود كده، تحسوا ان هي ريحة برفيوم كده راقية. فحلوة اوي الريحة دي. طبعا واخدة طبعا الحجم الصغير اللي هو الترافل سايز، عشان هو ده اللي بينفع في السفر يعني. فحلوة اوي الريحة دي وبرشحها لكم يعني. اسمها بيرفكت بويني. دي بقى حاجات السكين كير. في بقى السيروم بتاعي واخداه اللي هو بتاع زي اوردينري. كحول تاني. وده الكريم بتاع العين اللي هو من افن، بس هو الغطا بتاعه وقع في الشنطة، هدور عليه الاقيه دلوقتي. ايوه اهو، ده الكريم من افن بتاع العين. تقريبا كده الشنطة خلصت تقريبا. لسه، لا، في السيرم بتاع اللي هو فيتشي، ده سيرم الهيدرونيك اسيد. برضو الحاجات دي بتنفع برضو في المصيف، لان للاسف يعني المصايف وكده دايما هتلاقي شعرك وجلدك ناشفين، مش عارفه ليه. خصوصا لو الميه اللي نازله من الحنفيه بتبقى في مالحه. فيا بنات كنت بقول لكم على السيرم ده من فيتشي هيدرونيك اسيد. وزي ما قلت لكم دايما في المصيف بتلاقي بشرتك بتنشف جدا، وبتلاقي كمان شعرك بينشف، فبتحتاجي ان انت ترطبي اكتر من الترطيب العادي. فدايما بحاول اكون معايا مثلا سيرم، وزائد كمان الكريم المرطب بتاعي هوريهولكوا برضو، دايما اكلمكم عنه. هو اللي هو ده. للاسف بقى جبت منه العلبه، او جبت العلبه كلها يعني، فما كانش عندي علبه صغيره احط فيها الكريم، فجبت العلبه كلها. قلت برضو احط منها على وشي على ايدي كده، فبتنفع. فبحط دايما، هتلاقي دي منها، فتلاقيني دايما احط السيرم بتاعي وبعديه الكريم، عشان ارطب زياده في الجو بتاع المصايف ده. برضو جايبه يا بنات، قلت لكم جايبه معايا الكريم ده من دوف. ده برضو اول مره استخدمه. آه هو حجمه حلو قوي. برضو جبت كله تقريبا حجمه 300 جرام. حجمه يعتبر كبير قوي على فكره، يمكن مش باين في الكاميرا، بس هو حجمه على الطبيعه كبير. كل شويه الكاميرا تقفل، فمعلش بقى هكمل معاكم. فده الكريم اللي بقول لكم بستخدمه دلوقتي بتاع الجسم. بحطه بقى على جسمي وعلى ايدي وكده، ورجلي برضو. فلسه بجربه يعني، لسه. هو مستورد على فكره، فاسمه دوف سيلكي. فطبعا هقول لكم برضو ريفيو عنه لما يعني استخدم منه حبه كويسين، لاني لسه بجربه في الاول. ايه تاني بقى في الشنطه؟ تقريبا الشنطه كده خلصت. هو بس ممكن يكون في شويه ادويه طبعا، لزوم يعني دي. شويه ادويه كده. واخر حاجه تقريبا المرايه دي، عشان برضو بتحتاجيها برضو ان انتي تستخدميها او كده. بس كده الشنطه كده خلاص تمام فضيت. فالشنطه دي على فكره كويسه قوي. دي قماش، القماش طالع موضه قوي بالوانه بقى. وكان في منها كمان الوان تانية، كان في الابيض وكان في البيج، ودي اسود. ف حلوه يعني، وايه، وعمليه. بس كده هنكمل بقى بقيه الفلوج مع بعض. نسيت اقول لكم يا بنات كذا حاجه برضو مهمين جدا تاخدوهم معاكم المصيف، وهما النضارات الشمس. يعني لو واحده بس مش مشكله، بس اهم حاجه يبقى معاكي نضاره، عشان برضو النضارات دي ممكن بتحمي. طبعا النضاره بتحمي العين طبعا، ان هي من الشمس او كده. طبعا تعرفين ان الشمس مضره، فممكن تعمل اسمرار حوالين العين، او كمان تعمل تجاعيد حوالين العين. فلو عندك نضاره واحده بس هتبقى كويسه قوي. لو عندك اكتر من نضاره برضو هتحتاجيهم يعني. طبعا البيزك طبعا هو الاسود والابيض والبني، هتلاقيهم هيليقوا عندك على كل الالوان. حاجه كمان طبعا البورنيطه او كاب، برضو حاولي يبقى معاكي واحده او اكتر، برضو عشان الشمس او كده. مش حكايه برضو شكل، برضو طبعا هو حلوين طبعا في الشكل وفي في التصوير وكده، بس طبعا عشان تحميكي برضو من الشمس. ودي برضو كانت جايباها برضو من محل مش فاكره بصراحه اسمه، بس هي كانت سعرها كويس. وجبت اللون البيج برضو عشان يليق على كل الالوان، يكون بيزك كده. وكمان حاجه تالته، البوتل. لو انت عندك بوتل مثلا اللي هي بتاعه الحراريه دي، تنفع جدا برضو ان انت تحطي فيها اي حاجه مثلا سخنه او ساقعه. لو رايحه مثلا البحر
وهتقعدي مثلا فتره قدام البحر او كده، وعايزه حاجه تبقى معاكي تحتفظ مثلا بالبروده او الحراره، هتبقى حلوه جدا. فبرضو حاولي يكون معاكي مثلا القاب اللي هي الحراريه دي او البوتل دي، فبتنفع جدا في المصايف. لو انت بقى من البنات اللي بيحبوا يقروا مثلا،